ما تتفخروش بقلة ذوقكم وإنكم بتحرجوا الناس، لأن دي أسوأ صفة وأسوأ عينة من البشر ممكن حد يقابلها. ده أنا كسفتها وخليتها مش عارفة تعمل إيه. ده أنا خليتها مش عارفة تنطق واديتها على دماغها. ده بيخاف يرد عليا لأنه عارف هيحصل له إيه. ما تتفخروش بقلة ذوقكم وإنكم بتحرجوا الناس، لأن دي أسوأ صفة وأسوأ عينة من البشر ممكن حد يقابلها. مش هتبقى عندك شخصية بقلة ذوقك وكلامك القاسي مع الناس. مش هتبقى بطل والناس قرفانة تكلمك بسبب جليطتك. ممكن يكون عندك قدرة وبلاغة في الكلام، وإحساسك إنك متمكن من الحتة دي بيخليك تبوخ على ناس كتير، بس هم على أرض الواقع كارهينك ومش حابين قعدتك. خليك لين وبتعرف تطيب الخاطر وتقول كلام حلو، واستغل قدرتك على الكلام في الاتجاه الصحيح، لأن ممكن يطلع لك واحد من حيث لا تدري يعمل فيك أوحش ما بتعمل في الناس، وساعتها بس يمكن تحس اللي انت بتعمله في الناس، وساعتها هتبقى انت الخسران. من الآخر، مش علشان بتعرف تتكلم وتعمل إفيهات تخلي واحد غلبان ما عندوش الحكاية دي هو محور القعدة. خليك لطيف. هذه رسالة موجهة.